صباح النور المتابعين التوعي. اليوم جبت لكم وصفة القلب اللوز محشي. الله الله يجي يهبل يا البنات، والمقادير يعني بسيطة، وهو الوصفة تاعو ناجحة ومضبوطة 100%. قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوا جام وبارتاج كومنتير شباب كيما نتوما. دخلوا الانستغرام اضربوا الله، ديروا لي اشتراك. ووصفة القلب اللوز هذه الخضرة درتها لكم غير بالحليب البنات، ماشي شرط باللبن، ويجيكم رائع ومحشي كيما راكم تشوفوا فيه ومرمل يجي هبل. يلا نبداو الوصفة تاعنا. اول مرحله في القلب اللوز تاعنا راح نبداو بها هي الشربات. الشربات هي صح البنات، واش نحتاجو المقادير تاع الشربات تاعنا. ندور لكم الكاميرا. واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو 3 كيسان تاع السكر، 3 كيسان تاع السكر، ونحتاجو 6 كيسان تاع الماء. نفس الكاس اللي عبرت به السكر راح نعبر به الماء، يعني في 3 كيسان تاع السكر نسحقوا 6 كيسان تاع الماء. نحتاجو نص حبه قارص، ونحتاجو كاس تاع المزهر. هذا واش نحتاجو في الشربات. نديرو الكاس الاول تاع السكر، ونزيدو الكاس الثاني، ونديرو الكاس الثالث، ونديرو ديك نص حبيبه تاع القارص، ونبدو البنات نعبرو 6 كيسان تاع الماء. الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، الرابع، الخامس، والسادس البنات. ندوها البنات فوق النار كي نشوفوها تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. بعد ما نطفي عليها نرجع لكم. وهنا بنات الشربات تاعي غير بدات تغلي، حسبت لها 10 دقائق وطفيت عليها. غير تبدا تغلي احسبوا لها 10 دقائق وطفوا عليها. هنا جبت المزهر، ندير كاس تاع مزهر. هنا مازال سخونه البنات، نعمر الكاس تاعي تاع المزهر، وندير لها البنات كاس مزهر، ونخليها البنات حتى تبرد مليح. نخدم قلب اللوز ومن بعد نشرب بها قلب اللوز بالحاره. ديروها تبرد في الفريجيدير باه تبرد مليح بنات. نبداو الخليط تاع قلب اللوز تاعنا. نفس الكاس اللي عبرنا به الشربات نعبروا به البنات الخليط تاع قلب اللوز. نحتاجو 6 كيسان تاع السميد، هذا الخشين البنات، الخشين كامل تاع قلب اللوز نحتاجو 6 كيسان، و4 كيسان تاع السكر. يعني في 6 كيسان خشين تاع السميد نحتاجو 4 كيسان تاع السكر، كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، كاس تاع المزهر. ذوق المزهر باسكو المزهر دوكا ما عادش يجي شباب وفيه ريحه شابه، والفانيليا وشويه تاع الملح. هذا ما نحتاجو بنات في الخليط تاعنا. تبعوا معايا. اول حاجه نبداو بها نجيبوا الكاس تاعنا اللي عبرنا به الشربات، نعبروا به الخليط تاع قلب اللوز. نديروا الكاس الاول تاع السميد، ونزيدوا الكاس الثاني، وقلت لكم السميد لازم يكون السميد الخشين كامل. نزيدوا الكاس الثالث والكاس الرابع، نزيدوا الكاس الخامس والسادس. قلت لكم عندي 6 كيسان بنات، هذا هو الكاس السادس والاخير. وبعد ما عبرنا السميد تاعنا نبدو نعبروا السكر. قلت لكم في 6 كيسان سميد خشين نحتاجو 4 كيسان تاع السكر. درت الكاس تاع السكر، وزدت درت الكاس الثاني، ونزيدو الثالث والرابع بنات، ونخلطوهم مليح مع بعضهم. وكما قلت لكم نخلطهم مليح حتى يدخل هذاك السميد في السكر. وهذه المرحلة جد مهمة باش ينجح لك القلب اللوز. لازم السكر يدخل في السميد البنات، باسكو الا بقى السكر ماشي داخل في السميد ماشي راح ينجح لك القلب اللوز ويجيك مرمل. هذه المرحلة هي اللي تخلي لك القلب اللوز تاعك يجيك مرمل. وهنا البنات نديرو شوية تاع الملح، ما نكتروش باش نعدلو بها الذوق تاع قلب اللوز، والقلب اللوز تاعنا يجي بنين. ونزيد شويه تاع لافاني، انا نحب لافاني تعطيني واحد البنه يا البنات، واحد البنه في القلب اللوز يجي يهبل. ندير مغرف الصغيره تاع لافاني
نخلط مليح. وهنا البنات كملت المقادير الجافة. نبدو نديرو السائلة. كي درت كامل المقادير الجافة، هنا البنات ندير داك الكاس تاع الزيت ونبقى نبسس كيما نبسو المتقبه البنات. نبسو مليح، ندخلو هذاك الكاس تاع الزيت في داك السكر والسميد. بعد ما بسسنا مليح نجيبو الكاس تاع الحليب البنات. انا الخطره هذه درتو لكم بالحليب وراح ينجح، مش راح نديروه باللبن. وندخل تاني هذاك الكاس تاع الحليب وديروا كيما راني ندير انا، ما تعجنوش لمو باسكو كي تعجنوا مش راح ينجح لكم. ونزيدوا هنا البنات ذوق المزهر باسكو نعرفوا بلي المزهر ما يجي فيه ديك الريحه الشابه، لازم لنا ذاك ذوق المزهر هكا باه تجي ريحه المزهر في قلب اللوز. ونزيدوا هذاك الكاس تاع المزهر البنات. وفي المرحله هذه نبداو نخبطوا البنات. خبطيه مليح، كل ما تخبطيه خبطيه حتى 5 دقائق باه القلب اللوز تاعك يجي شباب. بعد ما درنا الخليط تاع القلب اللوز تاعي وراه جاهز، هنا راح نجهزو الحشو. نحتاجو كيلة تاع الكاوكاو محمصاتو بقشورو وطحناتو وشويه تاع القرفه والخليط تاع قلب اللوز. نبداو نديرو ديك الكيلة تاع الكاوكاو اللي محمص بقشورو ومطحون، نديرو لها القرفه ونزيدو لها تلت مغارف تاع الخليط تاع القلب اللوز البنات. وفي المرحله هذه نستعمل بيدي احسن باسكو بيدي تجيني سهله. نلم هذاك الحشو بالحاره البنات، ما نعجنوش، يعني نخليه مرمل باش هكا يجيني شباف في قلب اللوز، والقلب اللوز تاعي يجي محشي يجي يهبل. هنا راني كملت الحشو كيما راكم تشوفوا فيه. يلا نبداو نخدموا القلب اللوز. هذا هو المول اللي حندير فيه القلب اللوز. دهنته كامل بالزيت البنات، وندير الخليط تاع القلب اللوز تاعي باسكو حندير الخليط نقسمه على 2 البنات، باسكو حندير 2 طبقات. ندير الطبقه الاولى ومن بعد ندير الحشو ونزيد ندير الطبقه الثانيه. هذا قلب اللوز البنات يجي محشي يجي هبل. ندير كامل الطبقه الاولى من الخليط تاعي باش ندير الحشو وندير الطبقه الثانيه. بنات هنا كملت الطبقه الاولى. نجيب الحشو تاعي، قلت لكم الحشو ما تعجنوهش، خلوه مرمل بنات. ونفرش كامل هذاك الحشو تاعي نديرو كامل. انا نحبو كامل الحشو في الاطراف في الوسط، يعني نحب كي ناكل القلب اللوز نحس بالحشو تاع الكاوكاو. على يقول لك قلب اللوز محشي يجي بنين، لازم الحشو ديروه كامل في البلا. وهنا البنات نديرو الطبقه الثانيه. والطبقه الثانيه البنات تعبكم شويه، لازم تسحفوها غير بشويه بالمغرف باسكو راح نديروها فوق الحشو تاع الكاوكاو. على داك تعبكم لازم ما يخرجش الكاوكاو للفوق باش يجي القلب اللوز تاعكم الشكل تاعو الشباب. اما الطبقه الاولى درناها فوق الزيت باسكو دهنا البلا تاعنا بالزيت قبل ما درنا الطبقه الاولى، على داك تجينا سهله. الثانيه شويه صعيبه باسكو رانا نديرو فيها فوق الحشو غير بالعقل بالمغرف بالمغرف حتى نسقموها البنات. انسان يساعف هكذا باش تجينا حاجه شابه بنات. انا درت كامل الطبقه الثانيه كما راكم تشوفوا. نسقمها مليح بالمغرف ونعاود نرجع لي. بعد ما سقمت الطبقه الثانيه مليح البنات نجيب الموس نديرو على الظهر تاعو البنات. وراح نطراسي برك ما نقسمش الحبه، نطراسي الحبيبات باه كي يطيبوا يجوا باينين بنات. ما تهبطوش الموس كامل، اطراسو برك يا البنات. ونشبحو بالكاوكاو. انا درت حبيبات كبار، نحب الحبيبه تكون تعمر العين باسكو نديرهم في طبيسي، مانيش حندير في الكيسات. كي نحب نديرهم في دي كيسات البنات كي نكون مخرجتهم معايا ولا هكذا ندير حبيبات صغار. اما اللي ناكلوه غير حنا في الدار تاع اللي نديرو في الطباسه البنات نقطعوه كبير. نحب الحبيبه تعمر العين. نشبحو كامل نزينو بالكاوكاو. وديما نقولكم التزيين اختياري، كل واحد يدير واش يحب. التزيين والحشو اشياء اختياريه. القلب اللوز تاعي راه واجد، نشعلو على 200 درجة الفوق.
يكون سخون مليح. ندخل القلب اللوز نخليه يطيب البنات. كي نشوف الجوانب تاعو طابو يعني حمر في الاطراف نعرفوا باللي طاب. من التحت نشعلو البنات من الفوق نخليه يحمر بالحاره. البنات انا ما نحبوش حمر بزاف، نحبو هذاك اللون الذهبي. اللي تحب تخليه يحمر مليح، تحبو حمر تحمرو مليح. هذه اشياء اختياريه. بعد ما يطيب البنات نجبدو سخون نشربو بالشربات تكون بارده. ان البنات نديرو يطيب قلت لكم على 200 درجه. بعد ما يطيب ونحمروه من الفوق نرجع لكم باش تشوفوه هو طايب. ورجعت ليكم بعد ما طاب القلب اللوز هذا وين طفيت عليه راه سخون يا البنات. وهنا نجربو بالشربات اللي كنت خدمتها معاكم، خليتها بردت مليح في الثلاجه وجبتها دوكا نشرب بها قلب اللوز. بصح البنات كي تكونوا تشربوا فيه ما تفرغوش قباله باسكو راح يفسد لكم. فرغوا غير شويه بالغراف البنات باسكو الا فرغتوا قباله يفسد لكم القلب اللوز تاعكم. غير بشويه بالغراف بشويه البنات وشربوه حتى يشرب كامل. بعد ما يشرب البنات خلوه يريح ليلة كاملة، على الأقل على الأقل 4 سوايع 5 سوايع. هذا لما خليتوش ليلة كاملة. ومن بعد البنات باش نقطعوه باسكو لو كان تقطعوه دوكا راح يتكسر لكم وما يجيش شباب. لازم حتى يشرب مليح باش نقطعوه. انا نشربوه نخليه يريح ليلة كاملة ولا 5 سوايع نقطعوه. نعاود نرجع لكم باه تشوفوا النتيجة تاعو بنات. بعد ما خليت القلب اللوز تاعي بات ليلة كاملة وشرب مليح، هنا نجيب الموس ونقطعو بنات. انا قطعتو حبيبات اكبر، قلت لكم ديرهم في طبيسي ماشي حنديرهم في الكيسات. انتي حبيتي قطعيهم حبيبات صغار قطعيهم. ديما نقول لكم الحشو التزيين التقطيع اختياري. وبعد ما قطعت القلب اللوز ديجا هنا خويا والزوج راهم بداو ياكلوا فيه. يجي يا البنات يهبل ومحشي هذاك الحشو يعطيله واحد البنه يجي مرمل اللي يهبل. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ولا عجبكم ما تنساوليش بارطاج كومنتير شباب كيما نتوما وجربوه. درنا غير بالحليب بلا البن البنات وجا محشي يهبل. نتلاقوا في التقديم باه تشوفوا الشكل تاعو النهائي بنات. وهنا بنات وصلنا للتقديم والقلب اللوز تاعنا راه واجد. قطعت لكم حبيبه البنات كما قلت لكم انا نديرو في طبيسيات على داك قطعتو كبير. انتم تحبوا تقطعوه صغير ديما نقول لكم التقطيع الحشو التزيين هذه اشياء اختياريه. جاي يهبل يا البنات وجا مرمل وما درناه لا بالبن لا والو، درتو غير بالحليب البنات. والمقادير كانت بسيطه وهو ساهل البنات وتقدير اي وحده ديرو حتى المبتدئات يقدروا يديروه وينجح لكم ان شاء الله 100%. ويجي يهبل فرحوا وليداتكم في دياركم بنات. وما نحكي لكم على الحشو يجي محشي يجي يهبل غير بالكاوكاو يجي روعه يا البنات مرمل. نتمنى تجربوه. انا نقول لكم مع السلامه في وصفه اخرى ان شاء الله.